غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوج تقدم يا ريت يا ابونا تخبرنا لماذا تم إلغاء أو تجاهل أناجيل مثل أناجيل يهوذا وبطرس، وعلى أي أساس تم ذلك، وما هي حكاية الترجمة السبعينية. كل ذلك لنرد على حكاية تحريف الإنجيل. بعض من حضراتكم، سامحوني بقى هتكلم معاكم بصراحة، يعني أفتح قلبي معاكم من غير زعل. يعني في ناس غاوية تخش المطبخ وتفتح صفيحة وتحط مناخيرها في وتشم وتقول هي ريحتها وحشة ليه؟ ما هو اللي فتح هيشم ايه؟ هيشم. في بقى ناس من حضراتكم ادمان يفتحوا قنوات التشكيك ويخشوا في البالتوك على بالتوك التشكيك، وهو لا دارس وفاكر نفسه ان هو حامي حمى المسيحية واثناسيوس الرسول الصغير، وهيجيب حق المسيحيين وينصر الكون ده كله. وانت دارس؟ طب انت عارف دارس ومش عارف بتخش ليه؟ مر من الاجبيه وصليه، اعمل مطانية والحس التسبيحة ان شاء الله لوبش وخش نام، هتستفيد روحيا. لكن اللي انت بتعمله ده بيشككك وانت مش دارس. انا هجاوب على سؤالك، بس نصيحة ليا. بقابل ناس بيبقوا متحمسين جدا ويكلموني كده عينيهم حمرا وعروق رقبتهم نفرة، ويقول لك اصل انا قريت مش عارف مين ودخلت في البالتوك في الروم مش عارف مين وحاولت ارد، راحوا هم شككون. ما انت مش اعمل اللي يبني نفسك، واحنا تبنا خلاص ويعني ماشيين كده. يعني لا، احنا لسه كتير قوي، لسه كتير قوي. الشيطان بيضحك عليكم، الشيطان بيضحك عليكم. الو، مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. اهلا وسهلا بسعادتك. الصوت واضح الان مش كده؟ نشكر ربنا. اهلا وسهلا بك سعادتك. قمص بولس، يعني لنا الشرف اللي نكلم حضرتك. يعني حضرتك اهلا بيك. ممكن اعرف حضرتك مين؟ انا اسمي وسام وبكلم حضرتك من امريكا سعادتك قمص بولس. اهلا بيك. اهلا بيك. امرني. ما يوم معاك ظالم يا فندم. سعادتك في تسجيل على اليوتيوب، التسجيل لحضرتك وتسجيل تاني بيتكلم فيه احد القمامسة على ان سعادتك كنت موجود في غرفة مسلم كريستيان دايلوج الحوار الاسلامي المسيحي. وكان ان انا كنت موجود فين؟ حضرتك كان في عظة، حضرتك كنت عامل عظة. انا سامع الجزء الاولاني. ايوه حضرتك اللي كان في عظة ومعايا حد تاني. ايوه بقول لحضرتك كنت عامل عظة، والعظة دي حضرتك اللي كانوا بيشتكوا منهم المسيحيين، يعني الشعب بيشتكي ان هم بيدخلوا غرفة الحوار الاسلامي المسيحي في البلطوق وبيسمعوا اسئلة، وحضرتك دخلت وسمعت هذه الاسئلة، وحضرتك قلت الاسئلة تافهة وممكن ترد عليها سهلة جدا. نفس الكلام موجود تسجيل صوتي، قال الكلام ده برضو الافهمي قال نفس الكلام ده. مش دارسين ومش عارفين، وحضرتك قلت اذا كنت انت مش دارس ومش عارف ليه بتدخل تسمع الاسئلة دي وكده. فحضرتك طبعا راجل دارس وراجل عارف طبعا. السؤال لحضرتك، انا هسألك نفس السؤال. حضرتك بتتكلم على السؤال كان في تحريف الانجيل. حضرتك طيب الكتاب المقدس، اي كتاب مقدس بنتكلم عليه حضرتك؟ يعني انت لما تيجي تقول الكتاب المقدس كلام الله، في عند حضرتك مثلا قفل التليفون، المصيبة والكارثة تعرفوا مين ده؟ اللي كان فاتح صدره ويقول لك انت هسمعكم التسجيل الان. طبعا هتصل بيه تاني، طبعا انا متعمد افضحه اليوم، هفضحه. شايفين يا ابات؟ تعالوا رد. شايفين يا ابات؟
نجرب تاني عشان تعرفوا ان هو بيج ماوس بس، كل الكنيسة كده، عشان تعرفوا الكنيسة بس. وهسمعكم تسجيل، هسمعكم. اتصل عليه تاني اهو، رابع مرة. مش عاوز يرد. طيب هسمعكم الاول التسجيل بتاعه، وبعد كده حضراتكم اديكم بياناته عشان تعرفوا ايه الوضع، عشان يبقى كلها في مكالمة واحدة. شوفوا حضراتكم، ده اسمه بولس جورج، وادي حضرتكم الموقع بتاعه اهوت، وراجل معروف جدا 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 ومشهور في الكنيسة جدا. وادي الصفحة بتاعته على الفيسبوك، ادي صفحته على محبين القمص بولس جورج. ادخلوا وشوفوا الصفحة بتاعته. راجل ليه اولا ليه برامج تلفزيونية، ليه كتب، معروف يعني، راجل معروف، وبيرد على اسئلة والايمان، مشهور جدا 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 في الكنيسة المصرية. ادي اهو، ادي من ضمن المواقع اللي بتتكلم عليه، وبتتكلم على فيديوهات له، تعليم له، كتب له. ادخلوا وشوفوا حضراتكم. تمام. هذا الرجل عمل عظة في كنيسة سبورتنج تقريبا في اسكندرية. فالعظة دي كان بيتكلم على ايه؟ ان هو اشتكوا الشباب الكنائسي، شباب في الكنيسة، قالوا له يا ابونا احنا دخلنا غرفة، طبعا هو ما رضاش يقول الاسم، انا قلتها قدامه عشان احرجه، انتوا طبعا فاهمين يعني. دخلوا البلطق ودخلوا الغرفة وسمعوا الاسئلة، فهو قالوا له يا ريت يا ابونا تدخل وترد على الاسئلة دي وترد عليه. فبقول دخل الغرفة والاسئلة سهلة جدا، والاسئلة تافهة ومردود عليها، عشان تعرفوا ان كل الكنيسة المصرية ابو العربي، كنيسة ابو العربي، كنيسة ابو العربي يعني بيج ماوس، كلهم كنيسة ابو العربي. القمص ليه هرب؟ طب المسيح مش دارس، ليه القمص هرب؟ المسيح مش دارس، ليه القمص هرب؟ انا يكفيني، انا مش عاوز اناقشه، لان النقاش اساسا مش هتفرق بينه وبين بواب الكنيسة. ان يكفيني اهو، القمص اتحط امام الامر الواقع، وقلت له انا مين وهسألك نفس السؤال، راح قفل التليفون. انا اتصلت بيه 4 مرات، هتصل بيه مرة ثانية عشان خاطر الدكتور محمد. يلا ثواني. انا قلت لكم محضر لكم مفاجأة بقالي كام يوم، صح؟ انا بحب المفاجأة، يعني المفاجأة ما اقولهاش عشان الاعباط. اهو بتصل بيه مرة ثانية اهو، 5 مرة. هؤلاء هم علماءكم. نقول اسمه بياناته، متأسف بياناته. القمص بولس جورج سعيد، تاريخ السنة 17/8/92، كنيسة ماري مرقس القاهرة. والله انا ممكن احرجه احراج ما يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ادي الرقم على التكس واقول له خلي النصارى يتصلوا بيه، ابوكم عامل تسجيل بيقول اصل دول مش دارسين، دول مش عارفين، وانت فاكر نفسك حامل ايمان، وهو سأل نفس السؤال. الله اكبر، تكبير، كل فرد مسلم، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله اكبر، تكبير، كل فرد مسلم، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا، أنت يا معبد يا من جل قدرا.
جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.